ازيكم وعاملين ايه؟ فيديو النهارده هنمسك الاونر اكس 9 بي، الجهاز اللي سعره زي ما قلنا قبل كده نزل من 22000 و21000 جنيه ل 13000 جنيه في السوق المصري، وتقريبا في السوق الاماراتي عامل حوالي 950 درهم تقريبا. هنطحنه بقى في الالعاب في الفيديو ده، غير كل مره ان الفيديو يكون نص ساعه وثلث ساعه. هحاول، بص انا لسه ما اشتغلتش على الفيديو فمش عارف هيعمل معايا قد ايه، ولكن هحاول اقلل وقته، غير كل مره بتلت ساعه ونص ساعه. هحاول اختصر لكم الوضع والعب انا الالعاب واقول لكم في النهايه كده اداء الجهاز ده هيكون عامل ازاي. للي ما يعرفش، الجهاز ده جاي بالسناب دراجون 6 جين 1، معالج بيحقق حوالي 480 الف نقطه اداء. ده كل اللي يهمكم انكم تعرفوه في الاول، ولكن اللي يهمني بقى في بدايه الفيديو، ما تنساش اللايك بتاعك الجميل وتشترك في القناه لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد بنزله اول باول. انا عمر من قناه اوبي تك، ويلا بينا نطحن الجهاز ده في الالعاب. ولكن قبل ما يلا بينا، حابب اقول لك ان في فيديو مراجعه كامل في بقى كل حاجه تخص الموبايل ده، عيوبه ومميزاته وكل حاجه فيه، تقدر تشوفه من الاي اللي فوق هنا. ويلا بينا على تجربه الالعاب، وبسم الله نبدا بقى سوا على تجربه الالعاب على واحد من احلى واجمل الموبايلات اللي كان نفسي اجربهم بصراحه من زمان، من ساعه ما نزلوا. ولكن اللي كان مانعني عن كل ده حته سعره اللي كان غالي حبتين، ولكن الحمد لله دلوقتي سعره نزل وبقى في متناول الجميع. فنبتدي بقى ان شاء الله نجربه سوا. طبعا انا دلوقتي بادئ الاختبار، والبطاريه زي ما انتم شايفين 94%، مش عارف ظاهره لكم ولا لا، ولكن هي ظاهره لي 94%. فكل اللي هنعمله ان انا بعد كل فتره معينه او في نهايه الفيديو هقول لك البطاريه من الاخر وصلت معايا كام في الميه. فيلا بينا عشان ما نغيش معاكم كتير، نخش على طول في اول لعبه معانا، وهي لعبه اسفلت 9. لعبه كده المفروض من الالعاب البسيطه واللي بنجرب فيها مثلا الجرافيكس العاليه، نشوف شكل العربيات بقى والفريمات واحنا بنلعب، لان من الاخر هدفي في تجربه العاب زي دي بيكون بس ان انا استمتع بالشاشه مش اكتر. ندخل على السيتنجز عشان نتاكد اننا بنلعب على اعلى اعدادات. فاخش على سيتنجز، الترس ده هم تقريبا غيروا شكل اللعبه والاعدادات وكل حاجه. بعدين جيم سيتنجز، بعدين جرافيكس سيتنجز، هي معموله ديفولت، هنخليها هاي كواليتي. ارجع، هيقول لي لازم ريستارت، ماشي. تعالوا بقى نخش ايفنت سوا، سباق كده سريع. وادي اهو السباق بيبدا، بسم الله. طبعا انا معلي الجرافيكس على الاخر، وانتم شايفين دلوقتي الجرافيكس او الصوره اللي انا شايفها بصراحه عالميه. نطفي اللعبه شويه. اللعبه دي برضو من الالعاب اللي بنجرب فيها بقى الجيروسكوب واستجابه السنسور الخاص بالايماءات والحركات بتاعه الموبايل. الجرافيكس جميل قوي زي ما انتم شايفين، بلعب على اعلى كواليتي. تعالوا نبص على الفريمات، مكتوب اهو 60 فريم. يلا مش مهم نخسر، بس هوريكم الفريمات دلوقتي 60 فريم. وبعد ما لعبت سباق كامل في لعبه اسفلت 9، كل اللي اقدر اقوله لك ان بصراحه هتاخد تجربه شاشه ممتازه وجميله قوي قوي قوي، وهتبسط عينك. الالوان 10 على 10 مظبوطه ومشبعه كده، بحيث تخليك مبسوط وانت بتلعب. لا يعيب التجربه دي غير التجربه الصوتيه بصراحه اللي بتطلع من جهه واحده بس، كنت اتمنى انها تيجي من جهتين بقى، بحيث ناخد اصوات السباقات واصوات العربيات من الجهتين. الفريمات فضلت ثابته طول الجيم على 60 فريم، ما اتحركتش ولو ثانيه. وكنت مقضيها دريفتات بقى وحوارات ويمين وشمال عشان اجرب سنسور الجيروسكوب الموجود في الجهاز ده واتاكد انه بيعمل بكفاءه تامه. وبصراحه اقدر اقول لك لحد دلوقتي ان تجربه الالعاب الخفيفه على الجهاز ده على اعلى كواليتي جميله قوي 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 وهتبسطك. بكده نقدر نصعب التحدي شويه على الموبايل ونخش على العاب الكوره. طيب، والعاب الكوره بقى اللي انا منزلها لكم في لعبتين اتنين. اول لعبه واللي هي اي فوتبول، والثانيه فيفا موبايل. هنخش الاول على اي فوتبول كده نشوف نظامها مع بعض. عايز ادخل معاكم على السيتنجز عشان اوريك الاعدادات اللي هتلاقيها مفتوحه عندك اول ما تشتري الجهاز ده. هندخل سوا على اكستراز، بعدين جيم سيتنجز، بعدين الجرافيكس، ونشوف سوا بقى مع بعض الموجود. زي ما انتم شايفين الجرافيكس ستاندرد ممكن نخليها هاي، ماشي يا عم هاي. والفريم ريتس هخليها 60 فريم او 60 اف بي اس. وهعمل باك وهدخل دلوقتي جيم سريع. ودخلت ايفنت كده على السريع، دوري انجليزي، اخترت فيها مانشستر سيتي، وطلع لي منافس هيلعب هو بمانشستر يونايتد فديربي مانشستر. وطبعا كلنا عارفين مانشستر از بلو. المهم نبدا الماتش، وده رايح يجيب فيها جون اهو. هو هنا خاف مني فدخل يعدل على الاعدادات، خاف من كتر ما انا مش عارف اعمل ولا بص صح. نبص بصه كده على الفريمات 60 فريم، واستهلاك السي بي يو او الضغط عليه حوالي 36%، واستهلاك الرام 68%. ارقام ممتازه. الموبايل هادي خالص، لسه ما دفاش ولا سخن. وادينا بنكمل. طبعا احصائيات الشوط الاول بتاعتي احصائيات عظيمه، ما شطتش ولا شوطه، ما عملتش اي حاجه صح. فعلى امل ان الشوط الثاني اعرف اعمل اي حاجه. وبعد ما لعبت ماتش كامل في لعبه اي فوتبول، اقدر اقول لك التالي. عدينا الربع ساعه تقريبا في الماتش ده. الفريمات كانت طول اللعبه ثابته على 60، ولكن كل التسقيطات اللي كانت بتحصل لي اثناء اللعب كان بسبب البنج العالي عندي والنت اللي مش مستقر. ولكن اللعبه كفريمات كانت ثابته و10 على 10. وكل التقطيعات اللي كانت بتحصل لي اثناء ما كنت بلعب كان بسبب البنج والنت الغير مستقر عندي. ولكن اللعبه بصراحه كجرافيكس كجيم بلاي
كسلاسه في اللعب وكتسقيط فريمات بصراحه ما واجهنيش اي مشكله، 60 فريم ثابتين، ولكن الجهاز بدا يدفى اثناء اللعب من الجزء العلوي اللي هي الحته اللي فوق الكاميرات دي، ولكن بصراحه كانت سخونيه مبرره لاننا قعدنا نلعب بتاع ربع ساعه على اسفلت، وبعدين انتقلنا ربع ساعه تانيين على اللعبه دي، فنص ساعه لعب متواصل في الصيف والحر اللي احنا فيه ده شيء طبيعي جدا ان الموبايل يدفى. بس اللعبه ما اقدرش اقول عليها اي حاجه سلبيه، وبالتالي ده اللي نقلنا لثالث لعبه معانا وهي لعبه فيفا موبايل. تعال اما اقول لك ايه رايي فيها وتجربتي في اللعب عليها. ودلوقتي بقى لو حبينا نعرف الاعدادات المفتوحه او اقصى اعدادات تقدر تلعب عليها لعبه اف سي 24 او فيفا 24 سابقا، هوريكم دلوقتي. كالعاده من اكتر الالعاب الممله في فتحها بسبب ان مفيش حاجه سالكه، يعني انت بص في مليون رساله لازم اقعد اوافق عليها. خلاص والله. هندخل بقى على السيتنجز، بعدين جرافيكس، هنلاقي زي ما احنا شايفين في الجرافيكس مفيش الترا ولكن الهاي شغاله، هي اعلى حاجه عندنا، والفريم ريتس هنخليها هاي بدل ستاندرد. كونتينيو. ايه البوست افكت دي؟ ماشي. سيف. اوكي. وبالنسبه للعبه فيفا موبايل لما لعبت عليها ماتش كامل فبصراحه اللعبه وبدون نقاش اسرع بكتير جدا 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 من لعبه بيس او اي فوتبول. اللعبه هنا اخف، اللعيبه اسرع، حتى الفريمات انا اصلا من كتر سرعه اللعبه ما كنتش ببص على قارئ الفريمات هنا. الموبايل اثناء اللعب ما سخنش نهائي، 60 فريم ثابتين جدا في اللعبه دي. فلحد دلوقتي في العاب الكوره واللي ملاحظينه فالجهاز ده قادر وبشده على كل الالعاب المتوسطه وتحت المتوسطه. دلوقتي هنبتدي نعلى بالليفل واحده واحده، نخش على العاب زي فري فاير موبايل، لعبه زي كول اوف ديوتي موبايل، ولعبه زي ببجي موبايل، واللي هي اتقل لعبه فيهم واللي هنحتاج ندخل ملف 90 فريم عشان نكسر بقى الفريمات او 60 فريم اللي اللعبه اصلا فاتحاها لنا. فتابع معايا عشان ان شاء الله الفيديو هيفيدك. بالنسبه لالعاب الشوتنج والعاب الحرب فانا ما اكذبش عليكم مش هلعب الثلاث العاب دول عشان وقت الفيديو، ولكن اللعبه اللي هخش عليها دلوقتي مثلا في فري فاير مش هلعبها، ولكن هقول لكم ايه اقصى اعدادات مفتوحه في اللعبه دي، لاننا هنجرب كول اوف ديوتي وبابجي موبايل، فاكيد لو الموبايل شغل كول اوف ديوتي وبابجي موبايل بكفاءه تامه اكيد يعني هيشغل فري فاير. فما تقلقوش انا هوريكم دلوقتي كل الاعدادات المفتوحه. طبعا دلوقتي عدد الفريمات قاري 59 فريم بالظبط. هخش برضو على السيتنجز اشوف لو في اي حاجه نقدر نعملها اكتر. هنخش على الديسبلاي، الهاي ريزوليوشن معموله هاي، والهاي اف بي اس معموله هاي برضو، والاوتو سكيل خليها اون برضو. بس كده دلوقتي نقدر نخش على اللعبه ونشوف بس هتدينا كام فريم. ويلا ستارت. هنخش خريطه عشوائيه بس سريعا، مش هلعب اللعبه ولكن هقول لك قارئ الفريمات هيديني كام فريم هنا. لو تاخدوا بالكم فانا فوق اهو مثبت قارئ الفريمات اللي هو دلوقتي اي 59 فريم و7 من 10، يعني 60 فريم لحد دلوقتي. ادي الاداء في الطياره، الفريمات زي ما انتم شايفين لسه برضو 59 و7 من 10 ما اتحركتش، واستهلاك السي بي يو مش بيزيد عن 50%. فدلوقتي الناس كلها بتنط، هنط معاهم. انا زي ما قلت لكم مش هلعب، مش هكمل الجيم، ولكن حابب بس اعرف لو في اي دروب فريم في اللعبه او اي تسقيط فريمات. ادي النازله جميله خالص مفيش فيها اي حاجه زي ما انتم شايفين اهو، عمال اروح يمين وشمال والعدد الفريمات اهو قاري 60 فريم زي الفل، مفيش اي مشكله معانا. وادي الهبوط بيتم بسلام، الفريمات ما نزلتش 1 من 10 فريم حتى، ما شاء الله يعني. وتم الهبوط بنجاح، الفريمات دلوقتي نزلت ل 58 ونص ورجعت تاني 59 و7 من 10، يعني 60 فريم. ففري فاير تقدر تلعبها على 60 فريم ثابتين من غير اي دروب فريم واحد في اللعبه دي. فيلا بينا نقفلها ونخش بقى دلوقتي على كول اوف ديوتي. طبعا للاسف يعني اونر كانت حاطه جوه الجيم تيربو بتاعها قارئ فريمات وواحد بيعد السي بي يو او بيعد الاستهلاك بتاع السي بي يو والكلام ده كله، ولكن بمجرد ما عملت ابديت للعبه كل ده اختفى، ما بقاش فيه بس غير نسبه البطاريه وحتى مش مكتوبه كرقم، فاضطريت استعمل برنامج خارجي. طيب بعد ما فتحت كول اوف ديوتي هخش معاكم برضو على السيتنجز لان انا شايف 30 فريم بس، وانا طبعا مش هيعجبني الكلام ده، فهدخل على اوديو اند جرافيكس وهتاكد ان الجرافيكس كواليتي هنخليها لو ماشي ولكن الفريم ريتس على الماكس. تعالوا نخش جيم سريع في كول اوف ديوتي موبايل واقول لكم اللعبه ايه نظامها. وكما هو متوقع اللعبه شغاله على 59 فريم، سريعه قوي قوي. اللعبه فعلا ما شاء الله يعني ناعمه قوي 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 على الجهاز ده. طب ايه ده في ثواني شكرا. استنى يا عم وانا هقعد اموت كل شويه. يلا بقى جبت لهم السلاح اللي ما بيرحمش. تلخيصا كده لأدائها برضو كالعادة ونفس الكلام اللي قلته على الألعاب اللي فاتت، اللعبة هنا سريعة وسلسة جدا. المعالج هنا ال 6 جين 1 أداؤه خرافي لحد دلوقتي،
يعني ما عطلش معايا في اي لعبه، ما نزلش معايا في اي لعبه خالص عن ال 60 فريم. اداء اللعبه كان مستقر، ولكن الجهاز بدا يدفع معايا من ورا شويه، ولكن اداؤه لسه ثابت ومستقر وعلى 60 فريم، ما نزلش درجه. ولكن ما اكدبش عليكم زي ما انتم عارفين، مش ده الاختبار الحقيقي بالنسبه لي. الاختبار الحقيقي بالنسبه لي هو في لعبه بابجي موبايل. فهنخش دلوقتي بابجي موبايل، هنلعب جيم 8 ضد 8 وهنلعب جيم باتل رويال في بابجي موبايل. هنكسر الفريمات، ومره تانية هنلعب بال 60 فريم العاديين خالص اللي الجهاز جاي بيهم، وهنشوف بقى السلاسه بتاعت الاداء ده والمعالج اخره لحد فين. فده كان بالنسبه لكول اوف ديوتي، واللي فعلا الموبايل ما اثرش في اي حاجه فيها. اداء ناعم تلاقي، 60 فريم ثابتين تلاقي، كل حاجه موجوده. بسم الله كده، بعد ما شغلنا قارئ الفريمات بتاعنا، تعالوا نخش بقى نفتح اللعبه الاتقل، واللعبه بصراحه اللي انا متحمس لها، وهي لعبه بابجي موبايل. هلعب جيمين، جيم كامل 8 ضد 8 بحيث يكون في بلايرز كتير او لاعبين كتير موجودين جوه اللعبه، وهكون شغال على الاعدادات الافتراضيه بتاعت اللعبه. ولكن في الجيم الثاني هرفع الفريمات ل 90 او 120 فريم، واشوف الموبايل ده هيستحمل معايا، واقصى فريمات يديها لي هتكون كام. وعشان اوريكم بقى الاعدادات الافتراضيه اللي هتلاقيها مفتوحه عندك اول ما تجيب الجهاز ده، هندخل على السيتنجز، بعدين جرافيكس اند اوديو، خش يا عم. هتلاقي عندك سموث واكستريم اللي هي 60 فريم، ولكن لو خليتها بالانسد برضه هتلعب على 60. اتش دي بقى 60 برضه، اتش دي ار 60، والترا اتش دي، ولكن دي هتقعد تحمل معانا، ولكن هيكون اخرها الترا بس. فانت تقدر تلعب على الموبايل ده اتش دي ار 60 فريم. فتعالوا نلعب كده، فواضح ان الموبايل ده بيفرد عضلاته. طب انا هلعب بقى اتش دي ار و60 فريم، وهخليها كلرفول ملونه كده، الصوره تبقى حلوه يعني، ونشوف هل هيدينا فعلا ال 60 فريم على الاتش دي ار، ولا هيكون فيه زي تهنيك كده بسيط. خش على الارينا، بسم الله، يلا بينا، راندوم كده عشوائي. بدأت اللعبة وبفريمات زي ما انتم شايفين 59 و8 من 10 فريم. فبسم الله كده نبدأ بقى نتحرك. هحاول يعني اجيب ده، تعال تعمل ايه؟ يا ساتر، حاولت اعمل شبح بس ما عرفتش. ايه ده بنج ولا ايه؟ 58 فريم. هو ليه هم عاملين ان ليه دايما ان في واحد بيمشي من غير سلاح وواحد تاني معاه بسلاح، بيغرونا يعني؟ هو ده عامل الاغراء ده. اكسبونا وهيبقى انا السبب غالبا. طيب تلخيصا لاول 10 دقايق لعب او اول ربع ساعه لعب على بابجي موبايل، فعلى الاتش دي ار وعلى 60 فريم الجهاز هيبتدي يسخن منك من الاطراف ومن الجزء ده بالذات، وكمان الحته اللي فوق الكاميرات من هنا كده. ولكن بصراحه اداء اللعبه كان ثابت ومستقر على 59 فريم. يوم ما بينزل كان بينزل ل 58 او 57 بالكتير قوي. الجرافيكس كان على اعلى حاجه على الاتش دي ار، الشادوز شغاله، كل حاجه متفعله. ولكن انا بقى حابب اطفي ده كله واشغل بس ملف 120 فريم على الموبايل ده، ونشوف كام فريم هيديهولنا. يلا بينا، هحط الملفات وارجع له. وبعد ساعه من المحاولات بحاول افتح ال 90 فريم او ال 120 فريم على الجهاز ده، ولكن الموضوع يعني شكله قافل بطريقه مش طبيعيه يعني. حتى بصوا السيتنجز وصلت بيا ليه، عاملها 120 وكل حاجه تمام، ولكن القارئ الفريمات مش عايز يقرا اكتر من 60، والفريمات مش بتعلى عن 60. يعني هي بصوا اونر شكلها قافله، السوفت وير بتاعها قافله سودا يعني. فما علينا، انا دخلت جيم باتل رويال بلعب برضو تقريبا على الاتش دي ار، بس نرجعه تاني بقى اتش دي ار، ابلاي اتش دي ار واكستريم، واشوف بقى ايه نظام اللعبه هنا. لا جي في اكس تول نافع، لا الملفات نافعه، حتى جربت كذا ابلكيشن تانيين برضو نفس الكلام. هي اللعبه اخرها 60 فريم وواقفه على كده. يلا دي كلها كده على السريع، معرفش كان بيعمل ايه فوق على السطح ده. وبعد مرور 5 دقايق واحنا لسه في بوشينكي، الفريمات حتى الان اللي انا ملاحظه انها لسه 59 فريم ثابته ومستقره، ما حصلش اي دروب فريم، ما حصلش اي لاج، ما حصلش اي حاجه نهائي في الجهاز، غير بس شويه سخونيه في نفس المكان اللي قلت لكم عليه في لعبه كول اوف ديوتي. وبعد مرور 10 دقايق لعب في بابجي موبايل، اكتشفت ان انا نزلت لكوش المود الجديد، عشان برضه لو حابين تعرفوا اداء الجهاز وانت نازل مثلا حته زحمه او حاجه. فرحت طالع من الجيم ودخلت جيم جديد، والفريمات بدانا نشوف 50 فريم، وبعدين تطلع تاني ل 59 57 59 فريم. يا رب بس ما يقتلونيش بدري بدري.
ولو حبيت بقول لكم ملخص نص ساعه كامله على الباتل رويال في بابجي موبايل، فبصراحه انا حاولت بشتى الطرق زي ما قلت لكم في الاول ان انا اشغل 90 فريم او 120 فريم، ولكن للاسف فشلت على الجهاز ده. اونر محجمه كل حاجه انها تشتغل فوق ال 60، يعني حاولت بكذا طريقه وفعلا باكتر من 3 طرق مفيش اي فرصه. ولكن على ال 60 الاداء بصراحه مستقر وجميل. فلو انت بتفكر تشتري الجهاز ده لبابجي موبايل، بتشتريه لاي لعبه تانية من كل الالعاب اللي قلنا عليهم دول، فالجهاز مش هيأثر معاك في اي حاجه. فحتى تجربه بابجي موبايل وان انا كنت متخوف منها على الجهاز ده، كان ادائها ممتاز ومستقر الى حد كبير جدا جدا جدا. استهلاك السي بي يو ما عداش معايا 60%، والفريمات ما نزلتش عن 53 فريم، فكنا بنلعب من 53 ل 60 فريم، وده رقم ممتاز ما يخليكش تلاحظ اي دروب فريم سواء اثناء فايت او اثناء مثلا وانت نازل وانت طالع وانت بتعمل اي حاجه في اللعبه. مش هتلاقي اي مشكله. بكده نكون خلصنا كل الالعاب اللي معانا في فيديو النهارده. تعالوا بقى اما اختم الفيديو معاكم وبس كده. كل اللي اقدر اقوله لك على الموبايل ده في فيديو الالعاب ان الجهاز ده بصراحه جهاز ممتاز بالتحديد لاي حد عايز يلعب على 60 فريم. اكتر من كده هيكون صعب جدا جدا جدا. لو انت بتطمح بقى لجهاز سفاح في الالعاب، في موبايلات تانية افضل زي مثلا الانفينكس جي تي 20 برو مثلا على سبيل المثال، يعني في اجهزه كتير كويسه. ولكن لو بصينا على الجوانب التانية او نقاط القوه التانية في الجهاز ده مع جزئيه الالعاب على 60 فريم ثابتين، فالجهاز ده بصراحه ممتاز في الالعاب، ما واجهنيش في اي مشكله. وبصراحه بالنسبه لسعره ومع كل المنافسين، الجهاز ده ما قدمش اي تجربه اقل منهم، باستثناء ان هي الشركه قافله اي فتح لاي حاجه فوق 60 فريم. مع اني حاسس الجهاز ممكن نعلى لل 70 وكده يعني، ولكن الشركه للاسف حرمتني من حاجه زي كده. ولكن كجهاز 60 فريم ثابتين ممتاز و10 على 10. ما تنساش في نهايه الفيديو اللايك بتاعك الجميل والاشتراك في قناه الشركه، يوصلك كل جديد بنزله اول باول. انا عمر من قناه اوبيتك، واشوفكم فيديو جديد. سلام.